كيبدا الفيلم ديالنا مع قاتلة مأجورة سميتها إيما، كانت في واحد المهمة سرية، وبعد ما سالات إيما المهمة ديالها وقتلات الشخص المطلوب دخلت الحمام باش تبدل حوايجها وما يعرفوهاش البوليس. وبعد ما رجعت للتشكيل ديالها الحقيقي رجعت للدار ديالو وتلاقات مع راجلها ديفيد، وكان عندها بنت سميتها كارولين وولدها وايت، وكنشوفو كيتعطيهم يتغداو، وبس سالات بدات كتلعب معاهم وكتحاول دوز الوقت مع العائلة ديالها. وعرفنا إيما مخبي على راجلها الخدمة ديالها الحقيقية، واللي عارفين عائلتها هي خدامة في واحد الشركة خارج المدينة، وهذا الشيء علاش هي كتسافر بزاف. وكنعرفو هي عايشة حياة مزيانة. وفي الليل ديفيد فكر غدا عيد الميلاد ديال الزواج ديالهم وعطاها هدية وقالت ليه هاد النهار خاصو يكون متميز. ديفيد قال شنو بغيتي تقصدي؟ قالت لي خلينا نمشيو للوطيل ونمشيو بسميات مزورين بحال اللي غنتقابلوا اول مره. وهنا كنشوفوا ديفيد عجبته الفكره، ونهار الثاني ايما مشات للوطيل وبقات كتسنى في ديفيد، ولكن ديفيد تعطل عليها بسبب الزحام في الطريق وكان معصب حتى هو غيتعطل عليها. وفي هاد اللحظه ايما جا عندها واحد الراجل بغى يتعرف عليها سميتو بوب. ايما ما عبراتوش، ولكن هو بقى كيهضر معاه سول على الخدمه ديالها فاش خدامه، وقال شحال الرقم ديال الغرفه ديالك. شويه وصل ديفيد ودخل معاهم في الهضره. الراجل سميتو بوب عرض عليهم يديروا كويسات ولكن هما ما بغاوش. ديفيد قال بوب خلينا بوحدنا، بوب شكرهم ومشى غيرها. هنا ديفيد وايما عرقوا كويسات وطلعوا للغرفه ديالهم. ديفيد بدا كيتمشى هو ناعس ومع دخل نعس. وهنا كنشوفوا ايما زات حوايجها ديال الخدمه وقصداش بوب، وباش فتح الباب دخلت بلا ما طلب الاذن. بوب هز عليها السلاح وعرفنا حتى هو قتل المأجور، وعرفنا هو بغى يقتل ايما حيت باغا تخرج من هاد المنظمه. هادشي علاش المنظمه باغا تقتلها، ولكن كانت كطير في هادشي ديال الاجرام وحتى واحد ما كان كيقد عليها. وقال لها المنظمه دارت مبلغ ديال الفلوس للشخص اللي غيقتلها، وقال لها انا ما غاديش نقتلك في حاله وحده وهي تعطيني كبره من المبلغ اللي عطيها المنظمه. ولكن ايما كانت ذكيه، قالت لكم السيده كطيح. قالت لها انا عرفتك من اول شوفه وانا اصلا خلات لك السم في الكاس ديالك، هادشي علاش ما غاديش تقدر دير ليا والو. ولكن باش كان كيهضر بدا المفعول ديال السم كيبان عليه، وباش بغى يهز السلاح باش يقتلها ما بقى جاه، وقدام الامانه امانته. وايما عطاتو بظهرها، خونا فوق بدا كيضرب عليه بالسلاح ولكن ما قاصهاش، وبعد شداتو وخنقاتو. وشويه ايما رجعت عند راجلها وهو مع شافع اعتذر لها حيت نعس. السيد مسكين في راسو ما يتعاود. والنهار الثاني في الصباح ايما وديفيد رجعوا للدار وكانت ما مركزاش مع العائله ديالها، وكانت كتسنى الصديق ديالها راج باش يعاونها. ديفيد حتى هو رد البال وقال لها شنو واقع. قالت ليه ما كاين والو، واحد المشكله صغيره في الخدمه. السيده مطيحه روح وقالت ليه غير مشكله صغيره. عيات ما تعيط الراجل حتى جاوبها، هي بالزربه خرجت وقالت ليه المشكله اللي واقعه. قال لها صافي غتبدا توجد الكناسه ديالها حيت كلشي غيقلب عليها وما فيهاش غتودع. وفي هاد اللحظه ديفيد جا اتصال وكانت حتى ايما سرات الهضره ديالها ودخلت عند ديفيد، ومع جاوب لقى واحد السيد خدام في لوطيل. قال لي واش انت هو ديفيد؟ قال ليه قال لي وقعت واحد الجريمه في لوطيل وانتم مطلوبين في التحقيق. ديفيد كان خايف اما ايما ما داتش في هادشي، عندها هادشي بحال شرب الماء. قالت لها انت مالك كتفتف؟ قال لها ديفيد خاصنا نمشيو للكوميساريه. ايما قالت لي حنا دخلنا للوطيل بسميات مزورين كيفاش غنتعرفوا؟ هنا ديفيد عاد طلع شويه ديال النفس وقال لها من غير لقاو شكون دار هاد الجريمه غنرتاحوا. ما في خباروش مراتو خدمات الحكومه كامله. ايما نهار الثاني قالت العائله ديالها خاصني نسافر لالمانيا، هي ودعاتهم وقالت لهم ما غاديش تعطل. ديفيد حتى هو مشى للخدمه ولكن ما كانش مرتاح والنهار كامل كان خايف. وبعد ما سالا مشى للمطار باش يتسنى ايما ترجع، ولكن السيده ما جاتش وبس سول على سميتها ما لقاش السميه بهاد المسافره، فبغى يرجع للدار ومع قص الطوموبيل خرجوا ليه شي رجال. خونا ما عرف باش تبلا فكانوا البوليس بداو كيحقوا معاه وهما معاه في التحقيق. دخلت على محققه كارل، وبعدا كارل بدات كتقول شي اسرار على مرات ديفيد وقالت لي سميتها الحقيقيه هي انا وهي قاتله ماجوره والدوله كامله كتقلب عليها، وقالت لك انت عايش في كذبه حياتك كامله. هنا ديفيد صدم وزادت كملات ليه بوب حتى هو كان قاتل ماجور وهي اللي قتلاته حيت حتى هو كان باغي يقتلها. وقالت لي هنا متاكده الا قلبتي في دارك ضروري غتلقى شي حاجه تاكد لك هضرتي. وبعدا البوليس سالوا التحقيق. ديفيد رجع للدار وبدا كيقلب في الدار حتى لقى صندوق كبير فلقى فيه بزاف ديال الباسبورات والاسلحه. وفي هذا الوقت ايما تلاقات مع صديق ديالها راج وعطاه داكشي اللي طلبات منه، وهي الباسبورات مزورين ديالها وديال راجلها وديال ولادها. شويه شاف في المرايه طوموبيل تابعهم فعرفوا هذه المنظمه جايه باش يقتلوا ايما. وبعدا ايما قالت الراجل وقف، وايما نزلت ودخلت للبار وتبعوها جوج. السيده خلطاتهم ما كتعرفش شي حاجه سميتها الرحمه اللي شداتو كان هنا. وبعدا خرجت كتجري ولكن تبعاتها وحده من المنظمه وحتى هي كان عندها مشغول، ولكن ايما زربات عليها وخنقاتها بواحد الميكا. وبعدا ايما مشات عند راج مع طلعت الطوموبيل خرج لهم واحد من المنظمه حتى هو بدا كيضرب عليهم بالرصاص وجات فراش رصاصه. بعدا ما طولت بزاف ومات، وايما ما قدرتش تعتقو. وايما نزلت من الطوموبيل وسمعت التليفون ديال راج كيصوني، وباش جاوبت لقات راجلها ديفيد بدا كيعاود لها كلشي وشنو وقع عليه وبغى يسمع الحقيقه من عندها. هي اعترفت لي بالحقيقه كامله وقالت لي صافي ما بقيتش باغي نخدم مع هاد المنظمه. ولكن ديفيد قال لها خاصنا نتلاقاو ونهضروا وخاصنا نعرف الحقيقه كامله، وقال لي انا ما غاديش نخليك تموتي وما نقدرش نخليك بوحدك. هاي
الناس عندكم ثقة، هادشي راه في الافلام. قالت ليه ايميل تلاقيتي معايا غيكون خطر على الحياة ديالك، ولكن هو قال لي عرفتي شنو، انا اللي غادي نجي عندك. وهادشي اللي كان نهار تنوصل عندها تلاقاو في البار، وقالت ليه الاب ديالي كان ضابط مخابرات، وباش تقاعد دار منظمة امنية مع واحد الشركة سميتها كارل، وانا كنت باقا صغيرة باش مات الاب ديالي كارل هي رباتني وعلمتني كيفاش نستخدم السلاح وندافع على راسي. وبعد هي بدات كتخليني ننفذ المهمات ديال القتل، وكانت كتقول لي هادو اعداء ديال الوطن. ولكن باش كبرت عرفت كارف كانت كتستغلني وهي كتقتل هاد الناس على ود الفلوس. وباش عرفت هادشي قررت نخرج من هاد المنظمه، ولكن ندخل الحمام ماشي بحال خروجو، بغينا نخرجوا بحالنا. ها انت شفتي شنو وقع، القيامه ناضت. وكملت هضرتها وقالت لي باش تلاقيتك تزوج بيك، ومن تما بديت كنفذ جوج عمليات في العام كامل. لا حشومه خاصهم يزيدوك، ولكن ما كتحشمنيش. وقالت لي دابا بغيت نخلي هادشي كامل مع السيرة الهضره دوروا من الرجال ديال كارف. السلام عليكم، كنتو كتسناونا؟ السيد ناض بغا يدير فيها رويجل، هاي باغي تدورو مراشي قدامي، مع بغي يعطي يدي خونا ضربو طفاح. اودي واش داكشي مشاكل، مراتك البدات عرفت القضيه حامضه. فبجوج بهم خدروهم فقدوهم الوعي، وباش فاقش ايما لقاش كارف كتلعب مع ولادها، قالت لهم انا الصديقه ديال الام ديالكم. هنا ايما طلبات من كارف الدراري تخلوهم بعيدين على هادشي. كارف وافقات وطلبات من واحد الرجال ديالها ياخذ الدراري الغرفه ديال الالعاب. قالت ليه انا ما طلبش من بوبي يقتلك، انا قلت ليه خطفك ورجعك المنظمه حيت انت عزيزه عليا وكنعتبرك بحال بنتي وانا اللي ربيتك. وكارف طلبات منها ترجع لخدمتها، ولكن ايما ما بغاتش وقالت لي انا بغيت نبقى مع ولادي. هنا كارف تعصبات وبدات كتهدد ايما، قالت لها سمعي هي غتكملي اللي بديتي ولا غادي نقتل ولادك، وانت عارفه راني نديرها وانا مغمض عيني. قالت لها كاينه واحد المهمه سهله، اش قتلي راجلك ديفيد. ايما عيات ما تفكر وفي الاخر وافقات حيت ما عندهاش حل. وهنا كارف عطاتها السلاح في رصاصه وحده، وايما خدات ديفيد للغابه، وفي هاد اللحظه كنشوفوا قناص. ايما عرفت شي واحد مراقبه مشات وقفات حدا الشجره باش القناص ما يشوفهاش، وهي طلبات منه السماح وضربته وطاح للارض. جات وحده خدامه مع كارف باش تدي مع الجثه ديال ديفيد، ولكن ايما زربات على ودات ليها السلاح ديالو وقتلاتها به. وهنا كنشوفوا ديفيد كيتحرك، وعرفنا ايما غاقاصو بحال ما وقع عليه والو. وايما قالت لديفيد ما يتحركش باش القناص ما يقتلوش، وقالت لي تسناني نمشي نقتلو ونجي. وهي خدات السلاح ومشات قصداتو، باقي هز راسو غير لقاه واقفه، والسيده خربقاتو ورجعت عند ديفيد بالسربه ومشاو للدار ديال كارف. وفي الطريق خرجتهم واحد خدام مع كارف، وايما مشات قتلاتو. وراجل مصدوم تا هو اللي كتمزوج بريسلي ولا شنو هو. ورجعت عند ديفيد قالت لي سير جيب الدراري، ونعتات لي فين كاينين، عطاتو السلاح وقالت لي دي الدراري وسير حتى نتبعك انا. وديفيد مشى قصد الدراري لقى واحد حاضيهم، ضربو بالرصاص وفقد الوعي، وخد الدراري وبدا كيتسنى امهم. وهنا كنشوفو كارف هي والحارسه ديالها تهبط عليهم القرطاس من السما، وايما نقزات على جيو. المهم الدعوه ترونات، ضربه في ايما ضربه في جيو. المهم قادي في النيف. في واحد اللحظه ايما ضربات جناب الموس وقتلاتها، وبعدها خرجت تقلب على كار، شافتها في الغابه وبداو كيتشروا على بعضياتهم. ولكن ايما كانت طاير بالزربه نقطت عليه وضرباتها، وقالت لي انا غادي نخليك تنسبي حتى تموتي بوحدك. وهنا ايما رجعت عند ولادها خداتهم ومشاو في الطريق. ايما اعتذرت ليهم وقالت لهم انا زورت الباسبورات باش نعيشوا حياتنا بامان وفي اي بلده. وتا لهنا هذه هي النهايه. نتمنى الفيلم يكون عجبكم، تهلاو لي في راسكم والسلام.